بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. من امبارح بالليل وناس كتيرة بعتالي المقال ده من على موقع صدى البلد، اللي هو بيقول لك ان في غرامات ضد سائقي اوبر ومشاكل مع شركة اوبر بسبب المشاكل اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وهيسحبوا رخص وهيبهدلوا الدنيا، وفي غرامات تصل الى 20,000 جنيه وتأمين بيانات وعقوبات ودنيا وحوارات. تعالى بص، انا هسيب لك لينك المقال تحت الفيديو عشان لو عاوز تقرا المقال كله. انا قريته امبارح بالليل. الالتزام باداء الخدمه والعقوبات والالتزام والتامينات وتامين البيانات وحاجات زي كده. عقوبات المخالفات، ونصت الماده 16 على يعاقب بغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه. ليه بقى؟ قياده سياره لاداء الخدمه دون الحصول على تصريح، قياده سياره لا تحمل العلامه الايضاحيه، خالف اي من الضوابط والشروط والاجراءات المنصوص عليها في القرار الصادر تنفيذه لاحكام هذا القانون. فبيقول لك ان دي العقوبات اللي هتنزل على سائقي اوبر: سحب رخص بقى وغرامات لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه. وعاملين موضوع كبير جدا، وده فعلا القانون اللي طلع في 2018 والدنيا نامت ومحدش اتكلم عنه، ودلوقتي جايين يتكلموا عنه. فاحنا جايين نتكلم في القصه دي عشان في اكتر من 10 كباتن اتمسكوا تحميل بالاجر. في 2 مش عارف في العاشر، ومش عارف في حوالي 3 في اسكندريه. كل ده قبل العيد، مفيش حاجه الحمد لله في العيد حصلت خالص. واخر واحد لسه مكلمني كان قبل العيد على طول، ده اتمسك في ميدان التحرير. كان في كمين في ميدان التحرير قبل العيد بحوالي اسبوع. الكابتن ده راجل محترم جدا، كنت اعرفه، وصلني قبل كده، كان عربيتي عطلانه ووصلني. فالراجل اتواصل معايا قبل العيد وقال لي اللي حصل. اسمع بقى الكابتن كان بيقول ايه، ده الفويس اللي بعته لي الكابتن بعد ما تواصل معايا. حضرتك انا كابتن شغال اوبر، حصل معايا موقف، فكنت حابب يعني ان انا اطلع لحضرتك عشان الناس بس تخلي بالها، لان احنا داخلين على ايام ما يعلم بقى الا ربنا. انا اللي حصل معايا كابتن محمد ان حضرتك وانا شغال معايا رحله، وقفت في كمين الرخص شغال اوبر. تمام يا فندم، هو شغال اوبر. طيب تمام ماشي، انت عندك مخالفه وبتاع. سحب مني الرخص واداني مخالفه اللي هي غير استعمال المركبه في الغرض المخصص ليها. طب انا حضرتك يعني طالع شغال وعلى الله يعني، ولا لا تامين ولا ليها اي حاجه. لو اتخذت محدش هيسال فيها بربع جنيه، خلاص شكرا، ولا في شركه ولا في اي حاجه ثانيه. فليه طب نوصل للمرحله دي؟ مصر كلها حضرتك بتستعمل اوبر، مش انا لوحدي، او مش انا اللي طالع يا جماعه، ده انا الوحيد اللي شغال في اوبر. لا، مصر كلها بتستعمل اوبر، وفيها الحلو وفيها الوحش، مش اوبر بس حضرتك، كل البرامج. يعني هنوصل لفين تاني؟ حضرتك البرامج كلها يعني معروفه، وحضرتك لو دي حاجه مش معروفه كانت الدوله اتخذت معاها موقف. انما على الاقل يا اما تعمل لنا حاجه يبقى تصريح لينا ان احنا نشتغل فيها، مش لو انت شغال اوبر فانا هاذيك وهرخم عليك واخد منك الرخص واعمل لك مخالفه. انا برضو شغال على الله، انت شايفني وانا شغال، مش شايفني انا بعمل حاجه غلط. انا مع حضرتك في اللي انت بتقول، انا في وصل وفي كل حاجه، بس يا كابتن محمد حضرتك انا خايف من نقطه انت حضرتك ممكن تفهمني فيها. انا خايف ان هو برضو يكون هو لسه اصلا معاه الرخص بتاعتي، فلو هو ممكن يسمع الفيديو او كده، فاهم قصدي؟ لان انا جايب العربيه قسط، فهو ممكن يأذيني اكتر ما هو اذاني. انا بقالي 7 ايام كابتن محمد ما اشتغلتش، انا من شغال لاوبر بقيت انزل اشتغل، لو لقيت توك توك مع واحد صاحبي بنزل اشتغل عليه. زي ما سمعتوا الكابتن دلوقتي، حتى انا طلبت منه ان هو يجي يصور معايا فيديو ويتكلم، عشان بيقول لي ان هو الضابط قل ادبه عليه وضربه وحاجه زي كده. فقال لي معلش انا اسف ومش هينفع عشان خاطر اعرف اجيب الرخص، وممكن لو شاف الفيديو يعمل ويسوي. ما علينا من الكابتن ده، احنا بنتكلم علينا كلنا. في بعض الاماكن حاول ما تروحهاش الفتره دي عشان خاطر في مشاكل كتيره، والدوله شد على الشركات دي، وبتقول لك بقى ان الشركات بتعمل وبتسوي، هم مش عارفين يزنقوا الشركات غير بالكباتن. يعني انت الكابتن ده مصري، الشركات دي يا عم بنت 60 كلب جايه من بره. انت حاول بقى تسيطر على الشركات، حاول تفرض عليها كلامك، تحاول انت تبقى رئيس للشركات دي، لكن ما تدوس على الشركات من ناحيه الكابتن الغلبان اللي طالع ميتين امه نازل ياكل عيش في الشارع، تزنقه هو وتقول اصل انا بزنق الشركات. مال الشركات ومال الكابتن. الكابتن ده بياخد اوردرات من الشركات، والشركات بتاخد نسبه قد كده وتاخد فلوس قد كده. انت مش عارف بقى تاخد فلوس من الشركات دي، مشكلتك انت. او حاول تعمل لهم قوانين راضع عليه الشركات مش للكباتن. يعني انت تقرص الشركه من الكابتن، يعني زي ما بيقولوا كده تسيب الحمار وتمسك في البردعه. فالفكره كلها ان احنا عاوزين برضك نوصل صوتنا للدوله، ان انت يعني دلوقتي الكابتن ده حد مصري ونازل ياكل عيش بلقمه حلال، وبيحاول على قد ما يقدر. يقولوا له هات تحليل مخدرات بيعمل تحليل مخدرات، هات فيش بيعمل فيش، فحص العربيه بيعمل هم كل اللي هم عاوزينه، اتصور بيتصور، مفيش اي مشكله، ماشي على الضوابط وشغال بما يرضي الله والدنيا تمام. ولو في حد وحش مفيش اي مشكله يطلع بره المنظومه، ما عندناش اي مشكله في القصه دي. بس احنا جايين نتكلم ليه الدوله ما تكونش مثلا هي مش قادره تاخد نسبه عاليه من الشركات، تحاول تعمل زي في دول كتير عامله الكلام ده في اوروبا وكده. اقول لك على حاجه، سيبك من اوروبا، في السعوديه في حد كلمني من 100 سنه كان بيكلمني ان السعوديه
عامله تصريحات للكباتن ومشغلين كويس والدنيا تمام وعاملين للشركات تسهيلات والدنيا ماشيه معاهم زي الفل، بس فارضين على الشركات ان هم شركاء مع الشركات. يعني مثلا في حاجه في جزء بياخده وزاره النقل، في حاجه بتاخدها للترخيصات والحاجات دي كلها والمرور، وفي حاجه بتاخدها الدوله شريكه في الارباح. شوف الارباح الشركات دي سنويا بتكسب قد ايه، هي شريكه ما اعرفش النسبه قد ايه، في حد بيقول 30 في حد بيقول 40، بس انا مش عارف المعلومه الصريحه. لو حد شغال في السعوديه وشاف الفيديو ده كابتن في السعوديه يقول لنا ايه اللي بيحصل معاهم او النسبه اللي بتاخدها السعوديه كام. فدي حاجه كويسه ان انت اعمل تسهيلات للشركات واعمل لهم تصاريح واعمل في المرور تصاريح واعمل كل اللي انت عاوزه، وبعد كده خش شريك مع الشركات. الدوله تخش شريك مع الشركات دي في الارباح، تشوف ربحها قد ايه سنوي وتفرض عليها نسبه في الارباح اللي هي بتاخدها سنويا. مش قصه ضريبه القيمه المضافه والكلام ده الحاجات الصغيره، لا، خش معاهم نسبه بالارباح عشان هم بياخدوا فلوسهم بالدولار وبرضك بيعملوا مشكله في الدولار في مصر. فانا عارف ان في مشاكل كبيره مع الدوله والشركات، فاحنا عاوزين بس رجاء بسيط من الدوله ان هي ما تدخلش الكابتن ند في الموضوع. الكابتن ده يعني طالع عينيه، وبرضك بوجه رساله للكباتن حاول الاماكن اللي فيها مشاكل زي مثلا وسط البلد، العجوزه، التحرير، في اوقات معينه بيبقى تكون فيها كماين تبقى كماين المطار، الحتت دي يا عم الحاج الحتت دي بلاش منها خالص. اقول لك على حاجه، وقف شغل فيها، خاصه الناس اللي هي معاها مثلا BYD، فيرنا، جيلي، الافيو، العربيات اللي هي معروفه ان هي شغاله. العربيات دي بتبقى داخله على الكمين كده وعارف ان ده شغال اوبر. في كمائن في اماكن كويسه زي مثلا القاهره الجديده، مدينه نصر، مدينه الشروق، الحتت دي بيبقوا عارفين اوبر وعارفين الدنيا دي وعارفين ان اوبر هو اللي مشغل الناس اللي هناك، هو اللي بيوصل الناس اللي هناك، عشان هناك مفيش تكوسه ولا كانهم شايفينهم، وبيحترموا الناس دي كويس جدا وبيعاملوا سائقي اوبر كويس جدا. انت اشتغل في الاماكن دي، زايد الحتت دي. لكن في اماكن بيبقوا معلمين كده على العربيات دي ان هي خلاص ده اوبر، خلاص رخم عليه، خد منه حاجه، قول له شراء ازاز مشروخ، مش عارف الفاميه، مش عارف يعمل ايه، اللي هو من الاخر يعني لو حد على الهادي كده هياخد منك 100 جنيه غرامه وخلاص. لكن لو حد عاوز يرخم عليك هيرخم عليك رخامه جامده جدا. فانا يعني انت عربيتك زي كده اشتغل في اماكن متداريه، اشتغل في اماكن ما يكونش فيها احتكاك بالمرور، عشان خاطر اليومين دول في ناس كتيره بتشتكي من رخامه المرور عليهم، خاصه الناس اللي معاها الفيرنا، BYD، الجيلي، الحاجات دي كلها. فاحنا بنحاول بس نوصل صوتنا للدوله. حاول تشير الفيديو عشان يمكن حد يشوفه من الدوله، حد من الناس اللي بتعمل القوانين دي يظبط لنا الدنيا في القصه دي، عشان خاطر ما يكونش في احتكاك بين الكابتن وبين المرور. عشان كده انتوا بتوقفوا الدنيا خالص. الموضوع ده لو انتشر وحصل مشاكل بين الكباتن وبين المرور هيكون في وقف للشغلانه دي خالص. فانا بحاول اوصل صوتي للدوله ان انتوا اتعاملوا مع الشركه نفسها، ما تحطوش الكابتن هو اللي في وش المدفع بعد اذنكم، بس مش عاوزين اكتر من كده. وانت قول لنا برضك رايك في اللي احنا بنحكي فيه ده، وانت حصل معاك مشكله قبل كده ولا لا، عشان خاطر اليومين اللي فاتوا دول جاني مشاكل كتير بسبب القصص دي، والناس خايفه من البتاع اللي على الموقع صدى البلد ده. فعاوزين برضك ايه نوصل صوتنا لاي حد يحاول يقنن الشركات، يعمل اي قوانين للشركات عشان احنا ما نكونش في نص المدفع، بس مش عاوزين اكتر من كده. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا. وقبل ما نقفل الفيديو بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.